السلام عليكم يا شباب، ازي الحال؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا ويا رب كده بالتوفيق للكل، واي حد يكون في بيزنس ربنا يا رب يوفقه. احنا دايما بنتكلم على البيزنس وعلى اصحاب المشاريع، مشاريع جديده، الشباب، الناس اللي عندها مشاريع اصلا وشغاله. بالتوفيق. الموضوع صعب والتحديات كبير جدا جدا، وانا عارف الكلام حلو وسهل غير خالص الناس اللي عندها بيزنس. بقالنا فتره كده بنعمل كذا ميتنج مع ناس وشغل ومنتجات وحاجات زي كده. الناس بتعاني من الاسعار وتكلفه الاسعار الجديده. طبعا الخامات بتفرق كل شويه، فالناس اللي بتصنع منتجات دي بتعاني كتير. بتمنى ان الناس يعني ربنا يوفقها دايما في الحصول على منتجات بسعر كويس مقابل جوده ومقابل ان انت بتدفع فلوس للسعر. حاجه مهمه قوي اتكلمنا فيها، كنا لسه بنتكلم فيها في حته الفرق ما بين المبيعات والتسويق. في فرق كبير قوي ما بين المبيعات والتسويق. المبيعات، التسويق، خلينا نتكلم عن التسويق الاول، لان هو التسويق بيبدا قبل المبيعات. ازاي بيبدا قبل المبيعات؟ الناس يقول لك يا عم انت ازاي هتبدا التسويق قبل المبيعات؟ المنتج لما يكون المنتج موجود لازم تسوقه. لا، التسويق في حته اولانيه مهمه قوي بيعملوها دايما في المنتجات، ان انت بتعمل حاجه اسمها سيرفي على المنتج بتاعك. انت قبل ما تعمل المنتج بتاعك بتعمل له سيرفي، بتعمل له دراسه. يعني ايه بنعمل له دراسه؟ يعني بنعمل دراسه للمنتجات المنافسه الشبيهه. هنفترض مثلا ان انت عايز تعمل سائل صحون زي المنتجات اللي موجوده في السوق. فبتبدا اول حاجه بتعملها لما تيجي تعمل المنتج، اول حاجه طبعا انت اول حاجه لما تيجي تعمل المنتج هتختار الاسم بتاع المنتج. لو انت بتنفذ منتج جديد هتختار اسم المنتج بتاعك، تمام؟ بعد كده انت لازم تعمل سيرفي عليه عشان تتاكد ان المنتج بتاعك ده اولا موجود في السوق بشكل كويس، ما يكونش منتج غريب قوي. فممكن تكون انت خايف كمبيعات، وان انت تكون خايف ان المنتج بتاعك ما ينجحش. السيرفي بتبدا فيه ان انت بتبدا تشوف المنتجات المنافسه، اسعارها، شكلها. بعد كده انت المفروض كل ده بتسجله طبعا بشكل كويس، احجام اللي انت عايز تعملها، مساحه كل منتج على الرف اللي احنا بنسميه ماركت شير. المنتج ده مساحته الاحسن منتج، البراند ليدر فيه ايه، يعني الصنف اللي هو يعني زي ما احنا بنقول سايق، اكبر ماركت شير موجود في السوق اللي هو ايه. الحاجات دي كلها بتفرق معاك جدا وانت بتعمل الدراسه بتاعه الصنف. بعد كده بتبدا تعمل ايه؟ بتبدا تعمل تصميم الصنف. لما تيجي خلاص انت قررت زي ما قلت لك انت تعمل سائل غسيل صحون مثلا، بتبدا تختار. طبعا اخترنا الاسم، بدانا نشوف المنتجات اللي موجوده، في منه 1 لتر، في منه 500 مللي. بتبدا تعمل ايه؟ بعد كده بتعمل تصميم العبوات، تختار العبوه اللي انت هتشتغل عليها. دي اول حاجه. بعد كده هتبدا تعمل الديزاين بتاع المنتج. الديزاين بتاع المنتج ده عباره عن ان انت بتختار تصميم مناسب للمنتج، وبتختار تصميم هيناسب المنتج ده. طبعا لازم تعمل لوجو الاول للمنتج بتاعك. بعد كده تعمل، طبعا انا بقول لكم اسرار مهنه، بس انا حابب اساعد الناس، وحابب صراحه نخلي الناس تشتغل وتعمل افكار وتنزل السوق وما تخافش، وتتكل على الله، الموضوع كويس ما تقلقش. بعد ما بتصمم وتعمل كده وتعمل المنتج، بتبدأ طبعا تنزل على المصانع اللي هي بتعبي المنتجات. فانت بالتالي انت ممكن تعمل صنف كويس قوي، بتنقي المصنع اللي هو هتتعامل معاه، وتبدا زي ما قلت لك بتسجل العلامه. دي برضو حاجه كويسه قوي لازم انت تعملها. لو انت حابب تعمل منتج، سجل العلامه بتاعتك، اختار اسم كويس، ودايما زي ما بيقولوا كده ايه، خليك في الدايره اللي هي مطلوبه، خليك في دايره الاصناف اللي هي عليها حركه.
اي نعم المنافسه فيها بتبقى قويه شويه، بس زي ما احنا بنقول الاستهلاك فيها كبير، فممكن تاخد حصه كويسه. احنا الحمد لله بفضل ربنا زمان انشأنا منتجات كتير، والحمد لله لحد النهارده شغاله وشغاله كويس جدا، وخدت مساحه كبيره في السوق. لان احنا راعينا ان احنا نعمل مواصفات المنتج كويس، راعينا ان احنا نعمل كواليتي كويس، راعينا ان احنا نختار المنتجات اللي هي محتاجاها السوق بشكل كويس. في حته كمان مهمه قوي، ان انت زي ما قلت لك هنرجع تاني معلش للتسويق. فالتسويق بيبدا، بص منين بيبدا؟ من المنتج. شوف احنا الكلام خدنا وودانا حته تانيه خالص، واحنا اصلا بنتكلم على التسويق. التسويق بيبدا من الاول، من ان انت تدرس المنتج الاول. بعد كده بتبدا تفكر ازاي هتخلي العميل يسال على المنتج بتاعك. العميل بالنسبه لنا اللي هو التاجر، وفي المستهلك بعد كده. في ناس بتستخدم حيل كتير في الحته دي، وطبعا في دعايه. انا بتكلم على طبعا الشركات الكبيره، الدعايات دي بتبقى مكلفه جدا، وما عندهاش مشكله خالص انها تعمل دعايات زي كده، وبتنجح وبتخلي الناس تسال على المنتج، وبتعمله زي ما احنا بنقول فرشه قبل ما المنتج ينزل. فالحته دي في ناس بقى تانية بتعمل مثلا عينات بسيطه، بتروح توزعها على التجار، ان انت بتنزل منتج حاجه زي كده بتديها له فري. ده نوع من انواع تسويق المنتج قبل نزوله. بتمهد للمبيعات، بتمهد المندوب بالمبيعات لما يجي ينزل، يبقى العميل نفسه عارف المنتج ده قبل ما ينزل. ودي حته نقطه مهمه جدا جدا الشركات الناصحه بتعملها. في ناس كانت بتستخدم حيل زمان، يخلي واحد يلف على المحلات يسال على المنتج ده. انت عامل منتج، اي منتج فريش مثلا، ولا اي منتج انت عامله، السلام عليكم المنتج ده الفلاني موجود؟ يقول له لا والله مش موجود. بعد يومين يجي له المندوب يقول له انا المندوب بتاع القصه. كده كانوا بيعملوها الناس زمان، بس طبعا انا اعتبرها قصه يعني فيها حيله شويه. فانت التسويق بيخلي المنتج هو. احنا دايما كنا يعني واحد كده قال عباره عن التسويق، واحد بيساله بيقول له التسويق ده مهمته ايه؟ قال له التسويق ده بيعرض المنتج لخطر عمليه البيع.